اوكي يا جماعه اكثر تشيكن فيليه قرمشه بالكويت تشيك ان. طبعا تشيك ان غني عن التعريف من المطاعم الخياليه بالتشيكن فيليه، مصنف من اقوى مطاعم التشيكن فيليه بالقرمشه واللذه. مطعم يا جماعه معتمد على شغلتين فقط، سبايسي تشيكن فيليه او تشيكن فيليه العادي. اول شغله خراويكم الصمونه بروحها شلون توصل لكم. طبعا القرمشه تتحدث مثل ما تشوفون بقسماتهم مو طبيعيه، والدياي وايد نظيف على الاخر. والحلو بالموضوع يا جماعه ان تقدرون تطلبون صلصات بهالطريقه. الراد مايو المفضله عندي وايد احبها، احب مع كل قرمه اصب صوص شويه. تخيلوا يا جماعه المطعم بس تشيك ان معتمد على صنفين، والصلصات الثانيه هم طيبه، بس الراد مايو is number one for me. والحلو انه في سبايسي او عندهم يا جماعه العادي. طبعا معني ما اشرب كولا، بس مع تشيك ان اعشق الكولا مع القرمشه، وبالغلط ناكل كول سلو معاه يا جماعه. وطبعا يا جماعه غير كذي بقول لكم شغله، اللي ما يبي يطلب الصمونه بروحه تقدرون تطلبون وجبه يجي معاها البطاط العادي، وهم تقدرون تطلبونها يا جماعه سبايسي او اوريجينال الساده. والحلو بالموضوع ان تقدرون تطلبون باكيتات الصلصات على كيفكم. مو مبالغه، مو علشان دعايه، بس بالفعل تشيك ان من اقوى كونسبتات التشيكن فيليه بالكويت كلها، من المطاعم اللي وايد احبهم.